meetings كلمة من الكلمات اللي أنا بجد ما باحبش أسمعها خالص. ليه؟ زمان لمّا كنت باشتغل في corporate solutions في corporate بالذات كنت باشتغل فيها، كانت حياتنا كلها meetings. إحنا ما كانش عندنا working hours، إحنا كان عندنا meetings. أنت مجرد ما بتخش المكان meeting ورا التاني ورا التالت ورا الرابع ورا الخامس، تتفاجئ تلاقي نفسك جيت باقي آخر اليوم بجد ما فيش فصيلة شغل عملته من كتر الmeetings ومن كتر الإرهاق والdiscussion والتاسكات اللي بتاخدها، وما فيش وقت أصلًا إن أنت تشتغل. بجد أي حد يا جماعة عنده business حاول تخفف الميتينجز شوية. مش لازم كل حاجة تحصل يلا يا جماعة نفتح ميتنج ونقعد نتكلم شوية. ده فراغ. ادي فرصة للناس انها تشتغل، ادي فرصة للناس ان هي تخلص التاسكات اصلا. عشان كده لو انت من الناس اللي بتبقى عايزة تتابع التيم اول باول، حاول على قد ما تقدر انك تعمل معاهم في اليوم ميتنج او اتنين كتير قوي. كل ميتنج ما يعديش 10 دقايق عشان ما تبوظش البرفورمانس بتاع الناس. تلاقي اليوم خلص والناس اوريدي ما عملتش اي حاجة خالص بالتاسكات اللي انت اتكلمت عليها، وحاسس ان الدنيا متأخرة والناس مرهقة وفي الاخر التاسكات ما بتخلصش. إلا بقى لو هنتكلم في الميتنجز الطويلة بتاعة الbrainstorming أو الحاجات دي كلها ما فيش مشكلة، دي ما بتبقاش كل يوم. أنا باتكلم على regular meeting اللي بتحصل كل يوم. اوعى تقع في غلطة الcorporate اللي كنت فيها. إحنا بنرهق وفي الآخر ما كناش فعلًا في أي performance خالص ولا في أي تاسكات بتخلص. ما تبقاش أنت الشخص ده.